السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة وأحوالكم طيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد البسيطلات الأكثر من رائعين بدون ورقة، بواحد الحشوة اللي هي لذيذة وسهلة وبسيطة وغير مكلفة. مرحبا بكم في شهيوة جديدة معايا، شهيوة بشرى رفيق. قناتي وقناتكم، واللي كنتمنى انكم تزيدوا تدعموها. الناس اللي اول مره كتزور القناه ما عليها الا الضغط على زر ابوني، تفعل الجرس باش يوصلها جديد الوصفات. الناس اللي مشات لهم القناه او ما بقاش كيوصلهم الجديد ديال الوصفات، يمكن لهم يعاودوا يجددوا الاشتراك ويضغطوا على زر ابوني مره ثانيه، هكا غادي يوصلهم الجديد. بالنسبه لهاد البسيطلات، عندنا هنا العجين. كنحتاجو فيه 500 غرام ديال الدقيق، درت فيه واحد نص كاس ديال ربع كاس ديال الزيت، واحد المعلقه صغيره من الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، ساشي ديال الخميره، واحد المعلقه ديال السنيده، وغادي نعجن بالماء بارد من الصنبور. يعني ما كتحتاجوش انكم ديروا الماء دافي او سخون، خصوصا في هذا النوع من المعجنات اللي كنبغيوهم يجيونا مورقين. غطيت على العجينه وغادي نمشي نحضر الحشوه. يعني ما كندير لها ما والو، غير كنغطي عليها ونخليها كترتاح ومن بعد كنرجع ليها. هنا درت واحد نصف كاس ديال الزيت البلديه، مع واحد البصيله، ومع واحد تقريبا فلفله مخلطه ما بين الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، الفلفله الصفراء والفلفله حمراء والفلفله خضراء، يعني الفلافل كامله. ممكن تستعملوا غير نوع واحد من الفلفله. صافي كنبقى نشحر فيها هكا حتى كنحس بديك البصيله يعني هبطات، وغادي نضيف معلقه ديال الثومه، او ممكن تستعملوا ثوم بودره. انا غادي نستعمل الثومه هكا خضره حكيتها، يعني واحد الكميه اللي هي مهمه، وواحد الضامه ديال الحوت. نعاود نشحر هاد الشيء مزيان حتى كتذوب ليا ديك الضامه. انا علاش درت الضامه في الاول؟ باش ما تبقاش مكوره ليا في شي بلاصه، وكيجينا داك المذاق ديالها باين في الحشوه ديالنا. انا ما بغيتوش يجيني باين، كتجي الحشوه لذيذه ولكن ما كتعرفيهاش باش مختومه. هنايا ضفت واحد العلبه من جوج ديال الباكيات ديال الشعريه الصينيه ديال الروز، وضفت معلقه ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الملحه صغيره، وواحد المعلقه ديال التحميره او البابريكا، لاننا درنا الضامه ما نكثروش الملحه بزاف. وغادي نضيفو مازال الطون، لان الطون مالح ما نكثروش الملحه. من بعد ما تشحرت ليا شويه، ضفت هنايا الزيتون مقطع، كنديرو انا في الهاشواغ باش هكا كيتقطع ليا وكيجي في الحشوه كامله. واحد المعلقه ديال الحامض مصير، وجوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال القزبر والمعدنوس. باش ما درتو القزبر والمعدنوس كيعطينا واحد المذاق اللي هو زوين في الحشوه ديالتنا. غادي نضيف علبه ديال التونه او الطون بالزيت ديالها، يعني ما غنحيدش ليها الزيت، هكا باش تحل لينا ديك الشعريه، وفي نفس الوقت كيجينا المذاق مركز ديال الحوت. راه تحلفوا عليهم بانهم مديورين بالحوت. الكثير من الكليان تيغلط فيهم وكيقول لي واش دايرهم بالحوت، وانا راه ما كنديرش فيهم الحوت، راه كندير فيهم غير الطون بوحدو مع هاد لي زانغريديون اللي عطيتكم. راه كتجي شي حاجه اللي هي روعه. هنايا غادي نبدا نحضر المسمن. هانتوما كتشوفوا العجينه كيفاش طلقات، كتولي مطاطيه وسهله في الخدمه ديالها. كنقطعها على شكل كويرات يكونوا شويه كبار. هانتوما الحجم ديال الكويرات يكونوا شويه كبارين، وحتى المساحه خصها تكون عندكم شويه متسعه باش تورق لكم العجينه. انا عندي هنا الزبده والزيت وعندي المايزينا. نوجد العجينه كامله، نحطها في هاد الصوانيه ونغطيها بالبابي سولوفان، ونخليها ترتاح واحد شويه، تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق، ونرجع ليها. ما خصكمش تخليوها مده طويله لان فيها الخميره، ما تخليوهاش مده طويله لان كيف ما قلت لكم في الاول غادي تخمر ليكم، وحنا ما بغيناش العجين ديالنا يخمر لينا.
كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت ونبدا هكا نورق حتى كيبدا يبان ليا سطح العمل. والعجينه راه ساهله في التورق ديالها، يمكن لكم تحكموا فيها كيف ما بغيتوا، تتورقوها بواحد السهوله كبيره كبيره بزاف. خصوصا الا درتو العجين شويه مرخوف، ماشي مرخوف بزاف، وانما شويه يكون خفيفه، تكون خفيفه ما تكونش قاصحه، لان الا كانت قاصحه كتبقى تقطع عليكم. ها نتوما كيفاش كنتحكم فيها ونجبدها من كل جهه حتى كنحصل على واحد العجين اللي هو مورق مزيان. وغادي ندير واحد الرشيشه ديال الزبده والزيت، ومن بعد غندير رشيشه ديال المايزينا. ما تكثروش المايزينا بزاف، حيت المايزينا ملي كتكون كثيره كتقصح لكم العجين. من الاحسن انكم ديروا واحد الكميه اللي هي معقوله. وكنتني العجينه على شكل مسمنه مربعه، نحطها ترتاح حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي، ومن بعد غنرجع معكم نخليكم مع الفيديو. راه الفيديو شارح نفسه، ونرجع معكم في المرحله الثانيه. طلقت العجينه، ما تورقوهاش بزاف باش ما تخرجش لكم الحشوه، واحتفظت بالجوانب اللي قطعت كيف ما كتشوفوا صافي. وكنقطعها على 4. تنبدا نجيب ديك الحشوه ونحطها في الوسط، وغادي نجيب الفرماج ساندويتش. كنهز شويه ديال الحشوه ونغطيها بها، او كتحطوا شويه الحشوه ومن بعد كتحطوا الفرماج، من بعد كتحطوا الحشوه مره اخرى. كيبقى لكم نتوما الاختيار تخدموا بالطريقه اللي عجباتكم. كتبداو تجمعوها على هذا الشكل، يعني كديروا بحال شي كويره، وما تجمعوش العجينه بزاف من التحت باش هكا ما كتجيكمش غليظه من التحت. كتجي قياس ديالها. كنجمع الكرات ب4. شفتوا يعني الطريقه راه سهله، وحتى النتيجه راها روعه، يعني ما كتعبوش فيها بزاف، وكتحصلوا على 4 ديال الكويرات في وقت واحد. يمكن لكم ديروا الكره كبر من هذاك الحجم اللي درتو انا الا بغيتوا تحصلوا على بسيطلات اكثر من هذا القياس او كبر من هذا القياس. هكا كيجيو حلوين صراحه. كناخذ هاد الشرائط وكنبدا نلفهم على العجين، ما كتلفوهمش من التحت، غير كتحطوهم وكتدفعوهم بيديكم شي شويه في الجوانب باش يجيو هكا باينين، حيت منين غدهنوهم بالبيض راهم كيلصقوا. وباش ما تجيناش العجينه كثيره في الحشوه، تحسوا براسكم بحال الا كتاكلوا العجينه ماشي كتاكلوا الحشوه. راه هاد البسيطلات كيجيو خطيرين. واحد الورقه كتجي فيهم روعه روعه روعه، كتجي خطيره، كتجي مقرمشه وهشيشه وما كثيراش بزاف، ما كتحسوش بالحشوه نهائيا. والله العظيم الا كتجيني انا احسن من الورقه. عندي هنايا زلافه فيها صفار ديال البيضه، وفيها معلقه ديال البابريكا او التحميره، ومعلقه ديال الصوجه. كندهن بها البسيطلات ديالي، وكنزينهم باي حاجه بغيتو نتوما. ممكن تزينوا بها، انا زينتهم بالخشخاش باقيين غتشوفوهم في اخر الفيديو. ممكن تزينوا بالخضر مجففه، ممكن تزينوا بالجنجلان باللي بغيتو. صراحه كيجيو خطيرين. شوفوا كيفاش كيجيو، راه كيجيو روعه، كيجيو معلكين وكيجيو لذاذ 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 بواحد الطريقه ما نصورهاش لكم. نتمنى انكم تجربوهم وردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم، وتقولوا لي كيفاش جاوكم وكيفاش لقيتوا يعني حتى الورقه. كلشي بغيت نعرف كلشي. بغيتكم تجربوهم، والله الا بغيتكم تجربوهم، راه كيجيو روعه. زينتهم بهاد الكروفيت هكا باش نبين على انهم راهم ديال الحوت صافي. ومهم تزين راكم كتشوفوا قدامكم. نتمنى كيف ما قلت لكم تجربوهم وتعتمدوهم كوصفات رئيسيه عندكم.
ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك، ما تنسونيش من التعليقات ديالكم، بارطاجيو القناه، خليو لي التعليقات ديالكم هكا باش نوصلوا القناه لاكبر نسبه من المشاهده والاكبر نسبه من لي لايك. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في شيوه جديده وفي فيديو جديد، في امان الله.